كاينين شي بلايص اللي الوقت فيهم ما كيدوش بالزربه بل كيتجمع. مرحبا بكم في قلب الرصين. اليوم كنشوفوه هادئه معلقه فوق صخره على وادي الابيار، ولكن هاد الحجر الحمرين خبيين الصدى ديال واحد الماضي ما كيتسنساش. هادي ألف عام هاد القنت في الترويل كان هو قلب طائفة مستقلة. هنايا قبيلة بني رزيل الأمازيغية تحدات الممالك الكبيرة ديال داك الزمان، ورجعت هاد الصخرة قلعة ما يمكنش تخترقها. البراسيل الإسلامية كانت عبارة عن متاهات ديال الأسرار، أسوار والقوة. من بعد القرون الهلال رجع صليب والحكم المسيحي بدل الشكل ديالها، ولكن الروح ديالها ما تبدلاتش كاع. كيفاش بدلات هاد البلاصة؟ تحولت من حدود ديال الحرب في العصور الوسطى لواحد من أجمل المداشير والقرى إسبانيا كاملة. وجدوا راسكم، حيت في هاد الفيديو غادي ندخلوا في هاد النقل دقيقين باش نكتشفوا أسرار هاد البلاصة اللي رفضات تنسى شكون كانت. مساء الخير عليكم فاميليا. كنتواجد في وادي الابيار بالضبط في قلب الراسين. جيت باش نكتشف هذه المدينه هذه. قالوا وين كانوا المسلمين هنايا ساكنين شحال هذه سنين. المهم غادي نتعمقوا في القريه ونشوفوا شنو مخبيه لينا. هو واد الابيض، واد الابيار. كنتواجد حاليا في الدخله الرئيسيه ديال هذا الفيلاج هذا. ها هي الدخله. الا جيتوا لقلب الراسين بغيتوا تكتشفوا تقدروا تدخلوا من هنا. المهم عندها بزاف ديال الدخلات، ولكن هذه هي الدخله الرئيسيه. يا سلام تبارك الله، هذا البني كي داير. شحال هادي كانوا كيبنيو. شوف الدير هادو كاملين مبنيين فوق قلعه، فوق صخره. هاد البوبلو تا هو كيتعتبر من اجمل القريات اللي كاينه هنايا في اسبانيا، وبالضبط جا في اقليم تيرويل. زناقين ضيقين تاسك. المهم غادي نشوفوا شنو كاين هنايا. قربنا هنايا واو. جيت لواحد البلاصه فين فايت لي. كنت جيت هنا في 2000 واقيلا و 22 21. فهمتي، جيت درت واحد المخيم في هاد البلاصه هنا. انا هنايا هذه البلاصه اللي كنا جيت هنا 15 يوم. بقينا هنايا مع الدراري ديال المدرسه. بقينا هنا كنعسو 15 يوم، وكنخرجوا مره نديروا اكتيفيتيز هنايا. فهمتيني، في القريه هنايا بالضبط الله. وفي هذا انا عندي واحد الفوطو دابا نحطها. تبارك الله. شوف البويبلو خيالي والله العظيم. طلعنا حتى لهاديك البلاصه. واحد السيد. المهم الطريق عندنا واحد الطريق باش تطلع لديك السيد. المهم انا نطلع له دابا تما بعيد شويه، ولكن انا نطلع دابا. اخيرا وصلت الخوت. خبطه ديال الطريق والله العظيم. كنا كنضربوا تقريبا واقيلا شي 500 متر باش نعدلوا هاد الطريق هاد البلاصه هادي حنا اللي عدلناها هنا. كنا كنطلعوا الماتريال تما من القريه وكنعدلوا هادشي هنايا. وصلت الارميتا. هاد البلاصه هادي كيسموها ارميتا. وين السيد وين السيد. واش كيطلعوا هنايا زعما يعبدوا ولا غير مسدود؟ انا كيبان لي مسدود. ما تقدرش تحل وما تقدرش تدخل. ولا زعما كيبان خيسوس، كيبان جيسس والكراسه، ولكن بعيد الحال باش يطلعوا حتى هنا زعما باش يعبدوا. خبطه ديال الطريق هنايا عيولو من هنا تقريبا. انا كيعيشوا غير الناس كبار. كاين شي زعما اللي يجون هنا.
هادو هما الصور اللي كانوا كيحميو هاد المنطقة، هاد القرية هادي. الصراحة ملي كتكون كدور في هاد الزناقل المضيقين كتحس بالزمن كيرجع بيك اللور سنوات وسنوات. المهم الخوت كنكون وصلنا لاخر ديال الجولة ديالنا في هاد القرية الجميلة. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليونا شي لايك وشي كومونتير وتابوناو في القناة. ان شاء الله مازال جايين رحلات جداد واكتشافات جدادين، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. يلا، السلام عليكم.